هلو جايز، فيديو النهارده جامد جدا جامد لان القصه بتاعت النهارده يعني حلوه. يعني انا شايف ان ده فيديو حلو كده قبل رمضان، وبمناسبه رمضان صح عايزكم تقترحوا لي شويه افكار اعملها في رمضان. يعني سلسله فيديوهات معينه حابين ان انا اتكلم عنها، فيديوهات معينه، فافكار بقى انا عايز افكار منكم بالهبل. النهارده انا جاي اتكلم عن قصه حياه مايكل جاكسون، في نفس الوقت اكلمك على الموضوع اللي شاغل الكل، ازاي انتهت الاسطوره العظيمه ديت. كل حاجه هحكي لك في الفيديو دوت، بس المهم ان انت تركز معايا. فكوبايه الشاي بتاعتك ويلا نبدا. في مدينه جاري انديانا سنه 1958، بيت بسيط، عيله كبيره، 9 اولاد، والاب جوزيف جاكسون. الاب شاف او ادرك ان اولاده عندهم موهبه، فقرر ان هو يحول البيت بتاعه كله لمصنع نجوم. قال لك بقى انا مش عاجبني العفش ده، شيلوا لي كل الحاجات دي وهاتوا لي مايكات بقى وظبطوا الدنيا. واحب اهنيك يا صديقي لان من هنا اتولدت الفرقه الذهبيه جاكسون 5. لك ان تتخيل ان اصغر واحد فيهم كان مايكل. اول مره ظهر فيها مايكل تقدر تقول عليه ان هو طفل بس مش طبيعي، حركاته مش طبيعيه او كاريزما مش طبيعيه. تعال ننتقل نقله، لان هنا الفرقه هتوقع مع شركه موتاون سنه 1968، وفجاه امريكا كلها بدات تردد في اسم مايكل، الاسطوره اللي ظهرت ما بيننا كده فجاه. كل ده يا صديقي كان قدام الكاميرات، لكن خلف الكاميرات كان في حاجات تانية عن مايكل احنا ما نعرفهاش. في ضرب، كان في تدريبات قاسية، وده معناه ان مفيش لعب، وده معناه اننا بنسرق طفولة مايكل. تنساش يا صديقي ان مايكل دوت عيل صغير، المفروض ان هو يلعب وسط الاطفال ويلعب بيلي في الشوارع وكورة ومش عارف ايه، لكن انت هنا حرفيا بتاخد طفل وتعذبه عشان يطلع حاجة كبيرة. هو حقق النجاح، لكن اتنازل عن اهم حاجة في حياة الانسان وهي طفولته. فهل نجح؟ لكن جواه اتكسرت حاجات مستحيل ان هي تتبني تاني. تعال نروح بقى للجزء التاني، وهو الانفجار الاسطوري في حياة مايكل. في السبعينيات مايكل بيبدأ ان هو يمشي لوحده، وهنا يكسر الدنيا بين ألبوم، بقى رقم 1 في امريكا وهو لسه مراهق. وبعدين هنروح للقاء اللي هيغير حياة مايكل، وهو لقائه مع كوينسي جونز، بالنتيجة ان احنا طلعنا بتريلر، اكبر ألبوم في تاريخ الموسيقى، رقصة المون وولك، الرقصة الشهيرة لمايكل جاكسون، وبدأت ان هي تتحول لكليبات سينمائية وحفلات بتتباع في دقايق. مايكل ما بقاش مغني، بقى ظاهرة. حادثة بيبسي، مايكل شعره بيولع قدام الكاميرات وجروح من الدرجة التانية. طبعا عمل عمليات، شكله اتغير، والاعلام هنا بدأ ان هو يشك. مايكل لونه بيتغير، وشه بيتغير، بشرته بتبيض، واللي عرفناه ان مايكل هنا جاله مرض بيخلي بشرته حساسة، بتخلي بشرته ان هي تفقد لونها وبتخليها حساسة جدا للشمس. تعال نروح للجزء الرابع، وهي نيفرلاند. سنة 1988 مايكل بيشتري ارض وبيبني عالم كامل، عالم من الملاهي وحيوانات وقطر صغير وسينما اسمها نيفرلاند. طب ما سألتش نفسك يا صديقي ليه؟ يعني مايكل هيعوز حاجة زي كده ليه؟ انت ناسي يا صديقي ان انا قلت لك ان مايكل اتحرم من اهم حاجة في حياته وهي طفولته، ملحقش ان هو يعيش طفولته، فبدأ يحاول ان هو يعيشها، وكان بيستضيف اطفال مرضى وبيتبرع لهم بملايين. مايكل بيسجل رقم قياسي في الاعمال الخيرية، لكن في عيون ناس تانية الصورة كانت مختلفة شوية. تعال ندخل لأهم جزء في حياة مايكل، وهو الاتهام. سنة 1993 جيت لمايكل تقريبا الصدمة، لانه اتهم بالاعتداء على الاطفال. طبعا الاعلام ولع، العالم طبعا اتقسم للي بيدافع عنه واللي بيتهمه، والاسطورة مايكل جاكسون اتهز. اللي حصل كالتالي: تم تفتيش تقريبا كل املاك مايكل، وطبعا اتحاكم، والنتيجة ان هو جنائيا اتبرأ من القضية دي، لكن سمعته اتخدشت للابد. والفنان يملك ايه اصلا غير سمعه؟ بعد ما القضيه دي اتقفلت ببراءه مايكل، اتفتحت تاني سنه 2005، بس المره دي كانت المحاكمه علنيه، وفي النهايه برضو اتبرأ وتبرئه كامله. لكن بقى السؤال: هل جمهور مايكل جاكسون هينسى؟ يا صديقي الصراحه هو نادرا ما بتحصل. الحاجات اللي زي كده هتتسجل في تاريخ مايكل جاكسون. تعال اوديك للجزء السادس، وهو الانهيار. مايكل بدأ يجيله ضغط نفسي كبير جدا من اللي حصل، وبدأ ان هو ياخد في مسكنات كتير جدا، وبدأ يجيله أرق، وانعزل تماما عن البشر، وفي الاخر هرب للبحرين. بس هرب وهو عليه ديون بملايين، ونيفرلاند طبعا مش محتاج اقول لك ان هي اتقفل. لكن يا صديقي في 2009 الدنيا اتغيرت. قرار اخير، عودة تاريخية، وتذاكر
بتتباع في دقايق حرفيا. العالم كله مستني الملك الاسطوره الظاهره مايكل جاكسون يرجع. وهنا بقى ندخل تقريبا على الجزء الاهم في حكايتنا، وهو كيف انتهت الاسطوره مايكل جاكسون. 25 يونيو 2009 مايكل جاكسون خد جرعه زياده من البروبوفول، ده طبعا نتيجه اهمال طب. الدكتور اللي كان مسؤول عن مايكل جاكسون اتحاكم، والعالم بقى واقف مذهول مصدوم. 1.5 مليون شخص حضروا الجنازه، تخيل الرقم. وتخيل برضو ان بعد موته مبيعاته زادت، تكريماته زادت، بس الاهم من كل دوت الجدل عليه زاد. الجدل لحد وقتنا هذا ما وقفش. مايكل جاكسون مات طبيعي ولا اتقتل؟ هنا تكمل المسألة. وتعالى بقى اديك كام سؤال كده مفتوح، جاوب فيه براحتك، اعتبره المقالي اللي بتفضل تهبط فيه. هل مايكل جاكسون كان عبقري؟ هل مايكل جاكسون كان ضحية شهرة؟ هل هو انسان معقد؟ ولا هل هو اسطورة اتكسرت تحت ضغط العالم؟ الحقيقة يمكن محدش يعرفها كاملة لحد وقتنا هذا، لكن المؤكد يا صديقي ان مايكل جاكسون تأثيره ما ماتش، لدرجة ان هو لسه مأثر في ناس كتير قوي لحد دلوقتي. اكتب لي بقى رأيك في التعليقات على القصة ديت، ولو حابب قصص عن اساطير تانيين اكتب لي في التعليقات. مش محتاج اقول لك طبعا ان انت لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لي لايك وتعليق حلو والكلام الحلو ده. شجعني يا صديقي عشان استمر، مش هستمر كده ببلاش. وبس كده، يلا سلام.